عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري، ومن أهم أقوال سيادة النائب محمد خالد القاضي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. التنسيقية هي طاقة النور التي أضاءت سماء السياسة المصرية، تلك التجربة التي استطاعت جميع التيارات السياسية والفكرية المختلفة، حيث أن شباب التنسيقية يجمعهم حب الوطن وحرصهم على الأمن القومي لمصر، وإن اختلفت آراؤهم في القضايا المختلفة فإنهم يظلون قادرين على العطاء معا رغم هذه الاختلافات، وهذا ما يعطي ثراء للتجربة. بالإضافة إلى ذلك فأصبحت التنسيقية هي مفرخة رجال الدولة ومصنع القيادات في جميع المناصب والهيئات المختلفة. يعد جانبا مهما من التجربة حيث أضافت للعمل السياسي مفهوم جديد، هو تقديم الحلول العملية والعلمية القابلة للتنفيذ بدلا من مفهوم السياسة القديم الذي كان يعتمد فقط على الخطابات والتصريحات. وهذه التجربة تعد هي الإجابة النموذجية لحل سؤال لطالما تحدث فيه الكثيرون، وهو تمكين الشباب، والذي بات حقيقة من خلال نماذج التنسيقية في نواب المحافظين ونواب مجلس الشيوخ والنواب. باختصار، التنسيقية تجربة فريدة وأصبحت حلم لكل الشباب المصري المؤهل الطموح المحب لوطنه والساعي لنهضته وتنميته. حقا إنها سياسة بمفهوم جديد. وفي الختام سوف نوافيكم بكل ما هو جديد لحظة بلحظة مع نشرة الأخبار حزب التحالف الوطني المصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.